المغاربية. وجاءت الجزائر وليبيا في مقدمة الدول التي شهدت أعلى نسبة رسوم في المنطقة المغاربية، بينما كانت النسبة الأدنى من نصيب المغرب ب10%. الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية واردات بلاده من دول العالم بما في ذلك الدول. وجاءت الجزائر وليبيا في مقدمة الدول التي شهدت أعلى نسبة رسوم في المنطقة المغاربية، بينما كانت النسبة الأدنى من نصيب المغرب ب10%. في هذا السياق مشاهدينا الكرام من واشنطن مراسلنا علي بردة. علي، أهلا بك ومرحبا. ما نصيب الدول المغاربية دولة بدولة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وعلى أي أساس أو اعتبارات تم إقرارها بالنسبة إلى هذه الدول؟ طبعا هناك زيادات كبيرة جدا بالنسبة إلى دولة مثل الجزائر، وحتى دولة مثل تونس. هي كما أشرت تماما بالنسبة إلى دولة ثالثة مثل المملكة المغربية كانت النسبة هي الأقل، وهي تساوي الارتفاع الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب على كل دول العالم. ولكن نسبة 30% على الجزائر عالية للغاية، وخصوصا إذا ما أضيفت إلى الضرائب الأمريكية المفروضة سابقا على هذه الدولة، بالإضافة إلى دولة أخرى مثل تونس. طبعا التبريرات هي أن دول مثل يعني حتى نكون دقيقين لديها ضرائبها 30% بالنسبة للجزائر، 31% بالنسبة لليبيا، 28% بالنسبة لتونس، و10% بالنسبة للمغرب. نعم، ولكن إذا نظرت إلى اللوائح إذا نظرت إلى اللوائح التي نشرها الرئيس دونالد ترامب على حسابه في تروث سوشيال، تجد مثلا أنه فرض على تونس نسبة 55% من الضرائب، وقال أنه تم إعفاء تونس على الأقل في المرحلة الحالية من إضافة 28% لمصلحة تونس. بالنسبة إلى المغرب فرض 10%، ولا تزال هناك 10% إضافية لمصلحة المغرب. هذا الاختلال في التوازن الضريبي بين هذه الدول والولايات المتحدة هو السبب الرئيسي الذي قاد الرئيس دونالد ترامب إلى إعلان مجمل هذه الضرائب والرسوم على الواردات من هذه الدول المغاربية التي ستتأثر كثيرا بهذه الضرائب، ولا سيما هناك على سبيل المثال الجزائر تصدر منتجات نفطية وغير نفطية إلى الولايات المتحدة. هذه المنتجات ستشهد ارتفاعا كبيرا في الضرائب والرسوم من قبل الولايات المتحدة. دولة مثل تونس تصدر على سبيل المثال لا الحصر منتجات سمكية وبحرية ستشهد ارتفاعا كبيرا أيضا في الأسواق الأمريكية، بما لا يمكنها ربما في المستقبل من منافسة السلع المماثلة التي تنتج في الولايات المتحدة، والتي بطبيعة الحال ستكون معفاة من هذه الضرائب. بكل هذه الضرائب ستكون مؤثرة وطبعا على هذه الدول، وهذه نقطة مهمة للغاية، لأن على هذه الدول أن تتفاوض الآن مع الولايات المتحدة من أجل إجراء تخفيضات ضريبية متقابلة لإقناع الجانب الأمريكي بإزالة بعض الرسوم التي فرضها.